اول حاجه خلينا نعمل زوم اوت شويه علشان نشوف الصوره الواسعه. معظم قرارات الشراء هي قرارات عاطفيه مش قرارات عقلانيه. اللي بيحكمك وبيدفعك في كتير جدا من قرارات الشراء هي الحب والرغبه مش الاحتياج الحقيقي. مفيش حد ينكر ان ابل هي واحده من انجح الشركات في التاريخ، لو حابب تنكر براحتك، بس الارقام ما بتنكرش. والجزء الاكبر والاهم من نجاحهم هو قدرتهم على بناء براند قوي الناس تحب ان هي تنتمي له، الناس تحب ان هي تقتني منتجاته. ومثال على حرصهم الشديد في الحفاظ على صورة البراند، عمرك ما هتلاقي الشرير في اي فيلم بتتفرج عليه التليفون بتاعه ايفون. يعني لو في فيلم انت في بلوت تويست وما انتش عارف مين الشرير ومين الخير، الشخص الخير هو الشخص اللي هيكون بيستخدم ايفون. استحالة تلاقي فيه شخص شرير او شخصية شريرة بتستخدم ايفون في فيلم، لان ابل هترفع عليهم قضايا وتبهدلهم والكلام ده كله. فدايما دايما دايما بيحبوا يربطهم ان الايفون بتاع الناس الحلوة الطيبة الخيرة الكلام ده كله. وبقى في شبه نادي حصري لمستخدمين الايفون او لاجهزة ابل، ليهم الطريقة الخاصة بيهم في التواصل مع بعض، سواء الاي مسج او الفيس تايم. ليهم الطريقة في نقل الملفات ما بين بعض من خلال الاير دروب. الايفون بيبقى مش سهل او سلس انك تنقل منه او اليه ملفات من تليفون اخر سواء كان اندرويد او ايا كان. حتى في تطبيقات بتكون متاحه حصريا للايفون ومش موجود منها نسخ للاندرويد. كل الحاجات دي وحاجات تانية كتير خلت اي شخص بيستخدم الايفون او اي جهاز من ابل يحس انه مميز مختلف.